مرحبا. اليوم إن شاء الله رح أعمل مسخن. قبل ما بلش ما تنسوا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات تيوصلكم كل شي جديد. بحتاج دعمكم كتير ويلا ما بدي طول عليكم خلونا نبلش. المسخن الفلسطيني من الأكلات التراثية المكونة من الدجاج المشوية مع البصل والسماق، وعادة بيقدموها مع خبز الطابون. أنا عملت الخبز بالبيت وكتير عم يطلع طيب. رح حطلكن اللينك تحت بصندوق الوصف. قطعت البصل شرايح وهيدا السماق من لبنان. رح نضف الدجاج. منزلة قبل طريقة تنظيف الدجاج، حطلكن اللينك تحت الفيديو. عم رش السماق على كل البصل وبفركه بهالطريقة. بحط كمية منيحة من زيت الزيتون على البصل ورشة من الملح. خلطهم بإيدي مع بعض هيك شوي. وهلأ رح روح على تنظيف الدجاج. هيدي آخر ستيب بعملها بتنظيف الدجاج. بهالجاط حضرت مي وعصير حامضة وربع كوب من الخل الأبيض أو الأحمر المتوفر عندكم. صفيته منيح وبعمله فتحات بصدره كرمال ما يطلع الصدر ناشف. رشيت رشة قرفة ورشة فلفل أسود وبفركه كله بزيت الزيتون. حميت الفرن من تحت على حرارة 220. رح خليه 40 دقيقة تقريبا. وهلأ بقلي صنوبراتي اللبنانية تيصير لونن شقر. صفيهم من الزيت ورح اتركن على جنب للتزيين. رتبت الخبز بصحن التقديم. حطيت البصل مع الصوص اللي طلع من الدجاج وروايح بتشهي والدجاج بحط عليهم. ورح زين بالصنوبر والزعتر الأخضر وكله على الأصول. كل المعلومات أو المقادير اللي رح تحتاجوها بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. وسر تميزي لمسة إيدي. انتو شو سركن؟ خبروني بالكومنتس تحت.